لا احنا كده في المكان الصح. والله وقعت يا حمو يا مخبي الجمال ده كله ياض. ايه ده؟ انت عايش في الجنه ولا ايه؟ فاكر نفسك هتخبي الفيلا مني ياض يا حمو ايهاب؟ انا فرعون اليوتيوب يالا. طبعا زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات حمو ايهاب كان بيقول ايه، ان الكلب مستخبي في الفيلا الجديده اللي هو لسه ما صورهاش. هو شاور ورب اللي خلاني ما هو شايف الكلب بتاعه، وانا بقى شايف الكلب بتاعه عندي في الفيلا الكبيره، والله ما هو شايف. العبد لله فرعون اليوتيوب اللي مفيش حاجه تستخبى عليه في اليوتيوب كله، وصل للفيلا حصريا. الفيلا اللي هو مش راضي يصورها انا هصورها لكم. وصلنا. المفروض ان انا وصلت للوكيشن بتاع الفيلا. ازاي شاورته عرفت اللوكيشن بتاع الفيلا؟ فلاش باك كده لامبارح، اتفرجوا الخطه الذكيه اللي انا عملتها. الو استاذ حمو ايهاب معايا؟ انا محل ورد السعاده، في واحده جيت هنا سايبه لحضرتك بكو ورد بس معايا اوصله لك. لا اسمها ما اعرفش والله، ما قالتليش اسمها. هي سايبه اوردر معايا والله، في بوكس هدايا وبكو ورد وحاجات كتير كده اوصلها لحضرتك. ممكن بس بعد اذنك بس تبعت لي اللوكيشن او العنوان بتاع حضرتك. لا الاسم والله ما قالتليش اسمها، ما قالتليش الاسم عشان ما اعرفش بصراحه. بس عايزينك بس تبعت لي اللوكيشن او تبعت لي يعني عنوان حضرتك اجي لك فيه. تمام يا باشا. نظرا لان هو لسه حبيب وبادئ بقى داخل في علاقه رومانسيه وحب جديده، فقلت هي دي الطريقه ورد ومحل ورد عشان يبعت اللوكيشن. دلوقتي اللوكيشن اتبعت، بس في مشكله صغننه قد كده. اللوكيشن بعت في فيلا هنا وفي فيلا هنا. اللوكيشن اللي اتبعت بالظبط في النص، يعني انا مش عارف هي الفيلا اللي على اليمين ولا هي الفيلا اللي على الشمال. بس ده ما يمنعش ان احنا ممكن نقتحم الاثنين في سبيل ارجاع الكلب بتاعي اللي اتاخد من فيلتي من ورا ظهري. قبل ما نقتحم في حاجه مهمه جدا لازم اعملها. افطر كورن فليكس شاور فطار الابطال عشان يزود القوه ويزود الذكاء، يخليني اعرف اقتحم بطريقه ذكيه. طبعا كورن فليكس شاور بيتاكل بلبن ومن غير لبن. كورن فليكس شاور فطار الابطال، ويلا بينا نقتحم. احنا دلوقتي هنجرب الدخول لاول فيلا. هنجرب الاول ايه؟ بالذكاء. ما نفعتش بالذكاء هنستخدم بس هنجرب الاول الادب والذكاء. طبعا هي المشكله ان في مدرسه قدام الفيلا هنا، فاحنا ايه عايزين نخش بطريقه ذكيه، لان العنف هنا والغباء مش هينفع، لان لو حد شافنا في ثانيه بابي نسي يديني مفتاح الفيلا النهارده للاسف. بتاع ده ماسك ولا سايب؟ بقول لك ايه، الحق. بقول لك ايه، بص بسرعه هنا في ايه؟ افتح ده على طول. الله العب بس ممكن واحد بس بابي النهارده بابي بالراحه بس بقى. لا مش عايزك تقف بره كتير، خش بسرعه على طول، خش بسرعه حد يشوفنا، اصل احنا واقفين كده شكلنا غلط. بص في ايه هنا، بص ايه ده، بس ايه ده يا ولادي؟ عربيتي بتعمل ايه هنا في الفيلا؟ لا احنا كده في المكان الصح. والله وقعت يا حمو يا مخبي الجمال ده كله ياض. ايه ده؟ انت عايش في الجنه ولا ايه؟ الفيلا الداخلي مفتوح. برضه عشان خاطر ايه، حته كده عشان خاطر اللي ما يعرفش عمر شاورته عليه. انا كان ممكن اعمل الموقف ده من كام يوم بس انا ما رضيتش. ليه؟ لان هو كان جولته في الانتخابات بتاعه التيك توك، فلو كنت جيت رصيته ولا بوظت له الفيلا ولا دشملت له حاجه كان هيقول لك شاور شراني ومش عايز حمو يكسب الانتخابات وي 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 وي. بس انا كنت بلاحظ ان هو كان بيطلع لايفات الفتره اللي فاتت بتاعه الانتخابات دي في شقته مش هنا في الفيلا. انا ما اعرفش هو ليه مخبي الفيلا دي عن الناس. انا مش عارف، يمكن تكون دي فيلا جوازه. بس يا فيلا الصراحه احييك ياض يا حمو على ذوقك الحلو ده، مخبيها مني انا بس عايز اطمن على العربيه ان هي كله تمام. بس نقفل الباب عشان ما قفلتش الباب اصلا. ماشي.
طبعا يعني دايما الفلل، انا اكتشفت ده مؤخرا لما بقيت بقتحم فلل كتير، اغلب الفلل بتلاقي ايه، اغلب اصحابها بينسوا مفاتيحها بره، فتلاقي كل فيلا ليها طريقه دخول سهله جدا يعني، مع ان المفروض الفيلا دي تبقى دخولها اصعب. المهم نطمن على العربيه الاول. حاجه بتاعتي العربيه، وربنا يا حمو لو فيها خربوش لا زعلك على الفيلا اللي انت مخبيها دي، لو في خربوش بس. ماشي طيب. هنا فينا تاني اهي، في ايد منتنه لمست هنا. ماشي حلوه قوي، حلوه قوي يا حمو، حلوه قوي يا حمو. نجرب كده نشوفها مفتوحه ولا مقفوله. طيب ايه ده، في خرابيش هنا ولا ايه؟ بقول لك يا عمر تعال نخش نهب عليه بقى، نضربه على طول ناكله علقه، فاهم؟ طب اتقل بس، هو اهم حاجه هو هنا في شويه خرابيش هنا اهي. مش هندمك على الخرابيش دي انا يا حمو اهي، رياكشن وبتاع، مع انها مش سكتك. جيت مع فرعون اليوتيوب، جيت مع الفتى المدلل لدى اليوتيوب، جيت مع المداوش، استحمل بقى. اللي جاي على الايد واكل. حي على الفلاحه يا حمو اهي. احنا دلوقتي المرحله دي اقتحام الفيلا، اللي هلاقيه جوه حمو ايهاب، حد من تيمو، ايا يكن اللي هلاقيه جوه هعبيله. اهم حاجه بس مش عايزين ياخد باله مننا، عشان عايزين نغب عليه، لان الفيلا دي اكيد ليها مكان تاني يهرب منه. احنا دلوقتي في حاجتين متاخدين، عربيه وكلب. لقينا العربيه اهم ماشي. حاجه. دلوقتي احنا عايزين الكلب، فاحنا دلوقتي عايزين ذكاء. مش انا ممكن اخش اكسر الفيلا واقطعها؟ اكيد هرب بقى من ورا الفيلا الكبيره، ما بس انتش خلي بقى عارف. الصوت، خلي الصوت عشان الباب مفتوح. ايه هادي خالص، عايزين نستحمل. معلش يا حمو بقى، انت كنت مخليها فيلا سريه، بس انت اللي ندبت شواريته. تعال نخش نشوف بقى مين جوه. بس اللي انا مستغربه في الموضوع، الفيلا ما فيهاش الا عربيتي انا بس، ازاي؟ وحمو اب اصلا معاه عربيه يا عمر. امال بيروح ويجي ازاي؟ اكيد مش عارف. بيستخدم عربيتي. اهم حاجه بس عايزين نخش ندور على الكلب والمفتاح وعلى حمو ايهاب، فاهم؟ طب بس الاول ناخد لفه حوالين الفيلا نبص، عشان ممكن يكون في حد سمع صوتنا واحنا بنقتحم، او صوتي وانا بتكلم ونط من ورا. وايه قصه حبه في انه يسيب ملابسه الداخليه كلها بره؟ يعني مشغل دماغك، سايب الباب اللي بره مش بمفتاح والباب اللي جوه قافله بمفتاح. بص هو بره يعني دي تتشد كده عادي، بص دي كده كده، سايب اللي بره من غير مفتاح وقافل اللي هنا بمفتاح. انت ناصح يالا. ماشي بقى، الحاجه ان احنا هنا في سور، عشان ايه لو حصل اي منكش ولا اضطرينا نهرب ننط. يلا بسرعه بقى، عشان كده احنا ايه بطولنا. هسطا في حد هنا بيتعرض. ده كان مفتوح عن كده من شويه. في خطوات مبلوله.
ياض يا حمو، لو فيلة عش الزوجية هتبقى واد بتفهم. في أوضة بس في سراير. صحابي بيناموا هنا كده عمر. مش عارف الفرشة اللي هنا دي في حد كان نايم عليها مكربشة. بحسها لسه عاملها دلوقتي حالا. في حاجة مش مستريح لها هنا، في حاجة مريبة. حمام. في حاجة غلط أنا مش فاهمها. الفيلا نضيفة بزيادة عن اللزوم على عكس فيلتنا ليه؟ يعني لو دي ترابيزة وفي شباب بيقعدوا ياكلوا عليها هتبقى بالنظافة دي؟ الحق كان عينه مخبيه. فاكرني مش هلاقيه كده. المهمة الأولى لقيتها، عقبال التانية والاقي الكلب، ويبقى انت كده ليلتك معايا في حلوق يا حمو اهاب. يلا نكمل. انا حاسس ان في حاجة غلط في الموضوع. في ان عربيتي موجودة، الفيلا نظيفة جدا، ممكن يكون فخ، ممكن يكون حد جايبنا هنا ويبلغ مثلا بقولك ايه، عايزين تعالى بص في الدور اللي فوق بسرعه لانه لو فاضي يبقى كده في حد بيحضر لنا مصيبه. تعال. ده المطبخ ده اهو. ده اكبر من بيتنا. انا شاكك ان دي فيلة حمو هاب. حمو هاب ذوقه مش ايه ده. اتحرك. تعال بص على الدور اللي فوق بسرعه. بسرعه فوق. في اوضه هنا تقريبا. ماشي. هو لو في حد هنا هيبقى جوه هنا. كل دي اوض. وقاعد وانت بلبوس. في حد مشغل الدش ومش موجود؟ ولا كافر ولا سيبه زي ما هو؟ لا اقفله لان ده اكيد فخ. مين اللي عامل كده يا عمر؟ انا حاسس ان في حاجه منصوبه على في حاجه غلط. تعالى بسرعه. الفيلا متروقه بشكل مريب.
فاضل اخر اوضه، تعالى بسرعه. انا كده ابتديت اقلق. تعالى معايا بسرعه على الاوضه الماستر. برضه متروقه بالشكل الغريب ده. ايه يا عم الفيلا اللي كلها حيوانات دي؟ مش عارف، في حاجه غلط، في حاجه غلط. كده في حاجه من الاتنين حصلت، لان كده الموضوع مريب. انا كده شاكك في حاجه من الاتنين، لا اما هما بره بيصوروا ومنضفين الفيلا، لا اما في ايه ده؟ في صوت حاجه بتتكسر تحت. لا في حد هنا عمر في الفيلا يا عمر. ازاز عربيتك يا نهار يا نهار اسود. ازاز العربيه اتكسر. تعال في حد بيجري.